صحاب البايكر، صباح الفل عليكم. النهارده حلقه جديده. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه ان احنا خلاص داخلين على 10 الاواخر من رمضان. ما تنسوش بقى ان انتوا تدعوا لنا، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناه اليكس سكوترز. هتلاقوا عليه فيديوز كتيره جدا للصيانه وللزيوت، وكمان نصايح ان انت تحافظ ازاي على الموتور الموتوسيكل او السكوتر. النهارده في حلقتنا بنتكلم على اسوأ 3 سكوترز بلاش تشتريهم. قبل ما ابدا الحلقه حابب ان انا بس يعني ادي تنويه بسيط كده. الحلقه بتاعتنا بتتكلم على 3 سكوترات بلاش ان انت تشتريهم. هنا انا مش بعيب في السكوترز ديت، انا بس كل سكوتر فيهم فيه ويكنس بوينت او فيه نقطه ضعف، انا حابب بس ان انا ابينها فقط لا غير. طبعا قرار ان انت تشتري او لا، القرار دوت راجع ليك في الاول وفي الاخر. تمام، انا مجرد بقول لك يعني وجهه نظر، خصوصا ان السكوتر التالت اللي انا هقوله هلاقي فيه اختلاف في وجهات النظر كبيره جدا جدا. طبعا النقاش مفتوح، تقدر تتناقش معايا في الكومنتس تحت ويا تقنعني يا اما اقنعك. بنبدا بالسكوتر الاول وهو من شركه اس واي ام، وهو سكوتر اوربت 2. طيب ليه انا بقول لك بلاش تشتري اوربت 2؟ اولا علشان السعر، يعني سعره نوعا ما غالي، ففي خيارات قصادك تانية كتيره تقدر ان انت تشتريها. خصوصا ان في يعني شركات منافسه كتيره منزله منتجات برضو نوعا ما في نفس السعر، بس يعني المقارنه غير، يعني غير تماما. كمان ان الاوربت 2 لسه لحد دلوقتي التكنولوجيا بتاعته فقيره، يعني فرامل واير، السكوتر خفيف صغير جدا، ما فيهوش اوبشنز، حتى على مستوى الاوبشن الاضاءه مثلا مساحات التخزين فهو فقير جدا. عشان كده بقول لك يعني ان لو بفلوسه تقدر تبص لمنتجات تانية بديلة. السكوتر التاني معانا وهو من شركة هوجن، وده سكوتر نزل في فترة كده اسمه جاريلي. السكوتر دوت لما نزل السكوتر بصراحة شكله كويس، لكن لما نزل ومشى على الأرض فهو أثبت إن الأداء بتاعه مش أحسن حاجة. خصوصا كمان إن السكوتر ده ما تخدمش عليه، يعني هتلاقي إن قطع الغيار بتاعته صعبة جدا. الفبر بتاعه نوعا ما هتلاقيه معدوم، رغم ان السكوتر على مستوى الموتور فهو مواتير الهوجن معروفه. بس مشكله ان السكوتر تمام ان انت علشان لو حاجه فيه باظت فانت هتضطر تضخ كتير جدا. كمان نقطه اعاده البيع صعبه قوي فيه، يعني السكوتر ملوش سوق، لان طبيعي ما فيهوش قطع غيار، وطبيعي ان المالك بتاعه بيهمله، فانت حتى لو اشتريت منه مستعمل فهتلاقي ان حالته نوعا ما مش قد كده. فعشان كده بقول لك برضو نوعا ما لو انت هتفكر في سكوتر بلاش تفكر، او فئه ال 200 طبعا بلاش تفكر في الهوجن جاريلي. بالمناسبه بقى طالما اتكلمنا طبعا على السكوترز اللي هي نازله من شركه هوجن، ففي كام سكوتر كده برضو نوعا ما تحسوا ان هم مجهولين المصدر، او لما نزلوا ما ادوش كويس يعني برضو في السوق. فانا برضو دولت يعني بنصحك ان انت تبعد عنهم. برضو من شركة هوجن في سكوتر اسمه كابوتشينو. السكوتر ده على مستوى الشكل شكله حلو جدا. في زي ليد كده من قدام، وهو واخد شكل كلاسيكي وبومبي من ورا. بأمانة الله السكوتر شكله رائع، لكن تيجي تلمس خامة الفبر بتاعته ما تحسش ان هو فبر، تحس ان هو بلاستيك، تحس ان الخامات بتاعته رديئة، تحس ان السكوتر لعبة، ما تحسش ان هو سكوتر فعلا يقدر يأدي معاك على الطريق وكده. رغم ان انا بشوفه على السكه بسال الناس بيقولوا لي والله كويس وشغال والكلام دوت، لكن بحس في عينيهم عدم الرضا، او بحس في عينيهم ان هم دايخين او عايزين يطلعوا من السكوتر دوت، لدرجه ان هو ما بيكملش معاك جملتين ويقوم قايل لي ما تشوف لي بيعه، عايز اغير. دي بتبقى اول جمله يعني بسمعها من الناس اللي راكبه سكوترز هوجن، رغم ان هم قليلين على فكره. كمان برضو من ضمن السكوترز اللي تبعد عنها سكوتر ايجوس. السكوترز ديت على مستوى الاوبشنز هتلاقي فيه سكوتر منها 200 و150، وهتلاقي فيه بقى سكوترز منها كبيره وفيها سماعات وحاجات كده. بس السكوترز ديت برضو ما اثبتتش كفاءه على الارض، يعني برضو المقاييس الكامله ان هي نقول ان هي نجحت وبقت اعتماديه مش موجوده. زي مقياس برضو قطع الغيار، زي مقياس طبعا ان في ناس كتير جربته على الارض سواء في الشغل او سواء في المشاوير والكلام دوت، ما كانش معاها الاداء افضل حاجه، وكانت برضو نوعا ما في اعطال، كان في شكاوي برضو من الاعطال بتاعته. فدول برضو من ضمن يعني السكوترز اللي انا بقول لك حاول ان انت تبعد عنهم، او بفلوسهم تقدر تروح للبدايل التانيه. بنروح بقى للسكوتر التالت ودوت اللي انا برضو هيحصل فيه جدل نوعا ما، وهو الزونتس 300.
اللي هو اول منتج نزل من زونتس على مستوى السكوترز. السكوتر ده بصراحه يا جماعه انا مش بقول لك وحش، لا بل بالعكس، السكوتر ده من اقوى السكوترز اللي موجوده في مصر. لكن على العكس تماما هو اكتر سكوتر مش بيحسسك بالامان. طب يعني ايه بقى مش بيحسسني بالامان؟ ان اول حاجه لو حاجه باظت فيه، تمام، فانا نوعا ما هضطر ان انا ادور على قطع غيره شويه. هضطر ان انا مثلا ممكن اوديه القاهره عشان يتصلح، وانا خصوصا ان انا من اسكندريه. فنقطه الضعف ان مش موجود له مراكز خدمه ومراكز صيانه ومراكز مثلا ان انت تقدر ترجع لها او وكلاء في المحافظات. فعشان كده بقول لك ان السكوتر نوعا ما بيحسسكش بالامان. معظم المستخدمين اشتكوا ان هم لما بيحتاجوا حاجه ساعات بتبقى متوفره، تمام، بس بيضطروا يروحوا القاهره. فديت انا بالنسبه لي كواحد مستخدم شاري سكوتر مش هسافر القاهره عشان اصلحه، او ان انا ادفع مصاريف نقل رايح جاي والكلام دوت. حتى لو انا لقيت في المحافظه بتاعتي فبرضه مش هلاقيه بنفس مستوى الخدمه المصنع اللي هو صنعها، فبرضه هضطر ان انا اروح للمصنع الاساسي. غير كده كمان السكوتر اسعار القطع الغيار بتاعته مرتفعه جدا جدا جدا، فدي تعتبر نقطه ضعف. فهنا بقى السكوتر ده ليه انا حطيته في قائمه 3 سكوترات بلاش تشتريهم. انا حطيته في القائمه ديت لان هو البادجت بتاعته غالي. فانت بالبادجت ديت تقدر تروح لسكه الياباني، اشتري ياباني اهو على الاقل متامن. او كمان يا سيدي بلاش، تقدر تروح لفئه الوينجات، تمام، سواء السيلفر وينج مثلا، فبيلعب برضو لو حاجه مستعمله بتلعب نفس فئه السعر، وحاجه هتبقى مؤمنه تماما تماما. كمان برضو الزونتس في ناس برضو نوعا ما يعني بعض المستخدمين اشتكوا ان هو لما بيجي يبيع بيغلب. فديت برضو نقدر نحسبها ان هي يعني نقطه ضعف في السكوتر. النهارده اتكلمنا على 3 سكوترات بلاش ان انت تشتريهم. تقدر طبعا تتناقش معايا في الكومنتس تحت، تمام، النقاش مفتوح تماما، مرحب بكل ارائكم. انتظروا المره الجايه هنتكلم على 3 سكوترات بقى، ودولت يعتبروا افضل 3 سكوترز في فئه ال 150 وال 200 في مصر، ودولت اللي انا دايما بتسال اشتري ايه، وهم دولت دايما اللي انا هنصحك ان شاء الله ان انت تشتريهم. في اخر حلقه ارجو تكونوا استفدتم. شكرا لكم.